في أماكن في الدنيا لما تدخلها تحس إنك مش لوحدك، حتى لو مفيش حد حواليك. أماكن القوانين فيها مش معمولة عشان النظام، لكن معمولة عشان تحميك من حاجة تانية خالص. القصة دي حقيقية، حصلت لجندي في الجيش، وفي مكان معروف إن محدش بيخرج منه زي ما دخل. أنا رمضان، والقصة دي حصلت أيام ما كنت شاب في الجيش. كنت لسه مخلص دراستي ومتخرج من الكلية، وقدمت على الجيش وعديت الكشف الطبي ومركز التدريب، وجاء الوقت اللي أعرف فيه خدمتي هتكون فين. كنت واقف مع زمايلي وكل واحد مستني يسمع اسمه لحد ما جه دوري. القائد بص في الورق وقال: خدمتك في الوحدة 42 مطروح. أول ما سمعت الاسم قلت عادي، المسافة بعيدة شوية عني عشان أنا من اسكندرية، بس فترة وهتعدي. لكن اللي ما كنتش فاهمه وقتها إن في أماكن مجرد اسمها كفاية يخلي الناس تقلق. لما بصيت على صحابي أحمد وعمر لقيت نظراتهم اتغيرت فجأة، فيها استغراب وفيها خوف بسيط. ضحكت وقلت لهم: مالكوا يا شباب؟ أحمد قرب مني وقال بصوت واطي: الوحدة دي سمعنا عنها كلام مش طبيعي، في عساكر كانوا بيقولوا إن في حاجات بتحصل هناك محدش بيلاقي لها تفسير. ضحكت وقلت: يا عم أكيد بيهزروا، إحنا رايحين صحراء، طبيعي تتخيل أصوات وحاجات. لكن رغم ضحكي جوايا كان في حاجة بتقولي إن الموضوع مش بسيط. وصلت الوحدة 42، وأول ما دخلت حسيت بإحساس غريب. المكان كان واسع جدا بشكل يخليك تحس إنك تايه. مفيش مباني حوالين الوحدة، مفيش حياة غير رملة وصمت تقيل. الصمت هناك مش طبيعي، كأنه مستني حاجة تحصل. اتجمعنا في طابور والقائد بدأ يشرح القوانين. كل حاجة كانت عادية لحد ما قال: ممنوع حد يخرج من العنبر بالليل لوحده، ولو اضطر لازم يكون معاه حد. الجملة دي علقت في دماغي. ليه؟ ايه اللي ممكن يحصل لو خرجت لوحدك؟ بدأت خدمتي وكانت بتتوزع بين البوابة والبرج، والحاجة الغريبة إن مفيش عسكري بيقف لوحده أبداً. كنت وأنا على البرج في عز الليل، الدنيا ضلمة لدرجة إنك مش شايف إيدك، وفجأة أسمع صوت خطوات طالعة على السلم. أشد سلاحي وبص، مفيش حد. أرجع مكاني، أسمع الخطوات تاني وتقرب، وأحياناً أسمع صوت بينادي باسمي: يا رمضان. الصوت كان واضح وقريب جدا، كأن حد واقف ورايا. كنت ألف بسرعة، مفيش حد. أبص للعسكري اللي معايا يضحك ويقول: ما تخافش، دي هزار. بس اللي خلاني أخاف أكتر إن ضحكته كانت باردة، كأنه متعود. عدت الأيام وبدأت أتعود شوية، أو يمكن كنت بضحك على نفسي، لحد ما جه اليوم اللي غير كل حاجة. اتكلفت حراسة على مخزن الذخيرة، مكان بعيد في آخر الوحدة، شبه معزول. قبل ما أروح واحد صاحبي قال لي: لو شفت حاجة غريبة هناك اعمل نفسك مش شايف. المرة دي ما كانش بيهزر. وصلت المخزن، الليل كان تقيل بطريقة غريبة والهوا ساكن. أنا ومعايا 2 زمايلي، بس بعد شوية ناموا من التعب وسابوني لوحدي. كنت ماشي قدام المخزن بحاول أضيع الوقت، لحد ما حسيت إن في حاجة بتراقبني. وقفت، بصيت قدامي ولمحته، حاجة واقفة بعيد حوالي 100 متر. وجهت الكشاف واتجمدت مكاني. كان ظل اسود تماما، بس مش ثابت، كان بيطول ويقصر، مرة يبقى بحجم طفل ومرة يبقى أطول من أي إنسان شفته. وكان بيتحرك بسرعة، مشي مش طبيعي، كأنه بينزلق على الأرض. فضلت أبصله وهو كأنه عارف إني شايفه. حاولت أعمل نفسي مش واخد بالي، لكن فجأة اتحرك ناحيتي خطوة. قلبي وقع. في اللحظة دي بدل مهرب عملت أغبى حاجة ممكن تتعمل، مسكت طوبة وحدفتها عليه. ثانية واحدة لقيت طوبة جاية عليا بسرعة مرعبة. وطيت في آخر لحظة، الطوبة خبطت في الحيطة وعملت فيها حفرة. مش مجرد خبطة، دي قوة مش طبيعية. ساعتها جسمي كله سابني وجريت. كنت بجري وأنا مش شايف قدامي لحد ما خبطت في حد. بصيت لقيت عسكري واقف هادي وبيبتسم. الغريب إن وجوده خلاني أهدى شوية. قال لي: مالك بتجري من إيه؟
قلت له وأنا مرعوب: أنت إنسان؟ ضحك وقال: إنسان، مالك؟ حكيت له كل حاجة. كان سمعني بهدوء غريب كأنه عارف، وقال لي: طبيعي تشوف كده، أنت في الصحراء، مش قالولك ما تاخدش بالك؟ ساعتها حسيت براحة، كأن حد فهمني. قبل ما امشي سألته: اسمك ايه؟ ابتسم وقال: حسين. رجعت على المخزن وصحيت زمايلي وحكيت لهم كل حاجة. كانوا بيضحكوا لحد ما قلت لهم اسم حسين. الضحك اختفى. واحد فيهم قال لي بصوت متوتر: انت بتقول شفته؟ قلت له ايوه. بصوا لبعض وقالوا: حسين ده ميت من 15 سنة. عرفت بعدها إن في عسكري زمان كان واقف حراسة في نفس المكان ومات في ظروف غامضة، ومن ساعتها ناس كتير قالت إنها شافته. بيظهر فجأة، يكلمك ويختفي، مش بيأذي حد، بس بيجي في الوقت اللي تكون فيه لوحدك. من يومها بقيت لما أشوف حاجة غريبة ما ببصش، ما بسمعش، ما بردش، لأن في حاجات لو ركزت معاها هي كمان هتركز معاك. مش كل حاجة بنشوفها لازم نفهمها، ومش كل صوت بينادي عليك لازم ترد عليه. في أماكن القوانين فيها معمولة عشان تحميك، مش من البشر، لكن من حاجة ممكن تكون واقفة جنبك دلوقتي وانت مش حاسس.